بنبدأ ملخصنا مع تشانغ اللي بتكون متجوزة من شيا اللي بيكون ليه أخ توأم شبيهه، وبيكونوا الاتنين متجوزين في نفس اليوم. وكمان الأخين بيكونوا مجندين وبيسافروا للحرب، لكن واحد بس اللي بيرجع منهم وهو أخو شيا اللي أول ما تشانغ بتعرف بقالها 3 سنين بتحاول إن هي تنتحر، ومش قادرة تستوعب إن جوزها خلاص مش عادت هتشوفه تاني، وبتكون ماسكة التذكار بتاعه، وبتكون على طول منهارة وزعلانة ومش قادرة إن هي تكمل حياتها من غيره. وبتفتكر لما أخوه رجع وقال لها الخبر التعيس ده، واداها تذكار أخوه وقال لها إن أخوه استشهد. ومن يومها وهي بتحاول إن هي تنتحر، لكن كل مرة بينقذوها. وبتسمع حماتها بالصدفة وهي عمالة تزعق مع ابنها وبتقوله اللي بيعمله ده مش ينفع، وبتكتشف تشانغ إن ده مش أخو جوزها، ده جوزها هو اللي رجع من الحرب، وإن أخوه هو اللي استشهد. لكن أخوه قبل ما يموت وصاه على مرته شياو، وقال له إن هو ياخد باله منها، فهو شايف إن مرات أخوه هتكون ضعيفة وإن هي مش هتستحمل خبر وفاة جوزها، وبيقول إن هو مش هيعرف تشانغ أي حاجة لعند لما شياو تحمل ويكون عندها طفل تقدر تعيش عشانه عشان ما تكونش ضعيفة في الحياة. وهنا تشانغ بتكون منهارة وبتفتكر أول مرة لما شافها على المسرح وهي كانت راقصة باليه وكانت زي الوردة الحمراء اللي هي حطوها دي، لعندي لما تقرب منها وهي قربت منه وحبوا بعض جدا، وعرض عليها الجواز ولما وافقت كان عامل زي الطفل الصغير من الفرحة واتجوزوا. لكن دلوقتي هو بيبعد عنها وسايبها ومع واحدة تانية، ووالدته بتكون مش راضية عن اللي هو بيعمله، لكن تشانغ بتقرر إن هي تعيش لنفسها خلاص وإن هو اللي سايبها، وشايفها كل شوية تانية بتحاول إن هي تموت نفسها وما عندوش أي باعت ولا بيحاول إن هو يعترف، ومش شايل همها خالص، شايل هم واحدة تانية. والخطبة تجيلها وتقولها دي 7 مرة الضابط ليان يبعت ليكي عشان يتجوزك وإن هو هيسافر بعد شهر ونص للجزيرة، فبتوافق. لكن تشانغ أول ما بيجي وبيسمعها فبيزعل الخطبة وبيقول لها ما تجيش هنا بعد كده، وأنا أولى بمرات أخويا وأنا ههتم بيها. لكن هي بترفض وبتقول أنا أعمل اللي أنا عاوزاه، أنا جوزي مات وأنا أرملة وأنا هتجوز. وبتكون شايفاه إن هي هتروح لواحد تاني وهو واقف ومش عاوز يتكلم ولا يعترف، وبتروح وبتشوف قسيمة الجواز وبتفتكر هنا أول يوم زفاف ليهم ولما كانت معاه، وبعدين بتسمع صوته وهو مع شيا وأخت جوزه، وبتكون منهارة جدا وفجأة بتسمع صوت سويت، وشياو بتكون حصل عندها نزيف بسبب العلاقة وبياخدها للمستشفى وهي بتروح وراه عشان تطمن عليها وبتكون مستنية إن هو يعترف ليها بالحقيقة. وبعدين الدكتور بيخرج وبيعرفه إن شياو حامل وبيفرح جدا، وبعدين بتستناه إن هو يعترف لكن مش بيعترف، والدكتور هنا بيقوله إن هي فقدت دم كتير وإن هي لازم تتبرع، وبتكون تشانغ هي نفس الفصيلة وبيطلب منها إن هي تتبرع ليها بكيس دم وإن هو هيعوضها بعد كده، فبتضحك وبتروح تتبرع وبتفتكر إن هو كان بيشيلها وبياخدها على المستشفى وإن هو دلوقتي هو اللي بيعرض حياتها للخطر بعد كام محاولة انتحار، وإن جسمها ضعيف وإنه بينقذ واحدة تانية وإن هو جنبها وسايبها هي. وأول ما شياوكي خرجت بيروح يجيب الحلوى وبيوزع على الجيران كلهم بمناسبة خبر شياو، وهنا بتكون زعلانة جدا وحزينة وبيروح ينادي عليها وبيديها الحلوى ونعرف إن هي أصلا بتحب الحلوى خالص جدا. وبعدين شياو بتقول لها تعالي يلا احنا عازمينك، وبيروح على المطعم وبيجيب لها أكل فيه سوداني، والسوداني ده بيتعبها وعندها حساسية منه وبتقع في الأرض، لكن هنا مراته بتمثل إن هي تعبانة وبطنها وجعاها فبيشيلها وياخدها على المستشفى ويطلب من الناس إن هم يسعفوا تشانغ للمستشفى. تروح تشانغ وتفتح عينيها مش تلاقيه جنبها والحساسية بتبقى مبهدلاها وبيكون حالتها صعبة ومش قادرة تاخد نفسها، فتسمع الممرضين وهم بيقولوا إن تشانغ تعبانة ومش لاقية حد يكون جنبها، عكس سلفتها التانية اللي مش فيها أي حاجة وجوزها قاعد جنبها وهي أصلا مش تعبانة وبتمثل بس التعب. فبتفتكر هنا لما خدها وسابها هي وخدها للمستشفى، وأنا مراتك حبيبتك اللي كنت بتهتم بيا ما عادش ليا أي وقت في حياتك، فبتقرر الرحيل بعد 7 أيام. وشيو بيجي وجايب لها أكل وبترفض
بترفض إن هي تاخده بيقول لها كل حاجة هتتصلّح بس مش دلوقتي، وبعدين فجأة قبل ما يتكلم شيو بتدخل وبتقول إن هي باعت المحصول مرتين، والموضوع اتكشف وإن الحكومة جاية عشان تاخدها، فهنا بيتهم تشانغ هي اللي عملت كده، وبيخلّيها هي اللي تروح السجن، ده كله عشان شيو حامل، لكن هنا الكهف بيقع عليها وهي في السجن لمّا هي كانت بتشتغل فيه، وبعدين بيروح هو وبينقذها من الكهف وبياخدها للمستشفى، بتفتح عينيها بتلاقيه ماسك إيديها وبتشيل إيديها منه، وبتقول له: "أنت بتعمل إيه هنا؟" فبيقول لها: "آه أنا جيت هنا بالغلط، أنا أصل شياو هنا تعبانة." وبيسيبها وبيمشي، وهنا بتكون مصدومة فيه، وهنا الكل بيرحب بيها أول ما بتخرج، وبيكونوا جايبين لها عريس، لكن تشانغ بييجي وبيضربه، وبيقول إن دي مرات أخويا وإن هي مش هتتجوز أبدًا وأنا هاهتم بيها، لكن بتقول له: "أنت ما لكش دعوة بيّا، أنا حياتي بعيدة عن حياتك." وبتلاقي نفسها وهي نايمة في الليل بيكون سكران وبييجي عليها غرفتها وبيحاول إن هو يعتدي عليها، لكن بتضربه وبتمنعه إن هو يقرب منها. شيو بتسمع الصويت فبتيجي على الغرفة وبتلاقي جوزها اللي المفروض يعني يكون جوزها موجود، وهنا تشانغ بتفضل تعيط طول الليل، وتاني يوم بتلاقي نفسها مخطوفة وبتكون اللي خطفاها شياو لأن شايفة تشانغ بتهدد حياتها الزوجية وإن هي تاخد جوزها منها، فبتقولها ما تفكريش اللي انتي تاخديه مني، وهنا بتضربها لما بتقولها أنا ماليش أي علاقة بيكو، فبتقولها أنا هحرق المكان ده وهعرض حياتنا للخطر وهخليكي تشوفي بعينك هو هيختار مين ومين هينقذها، وبتعمل كده وكأنها متأكدة إن ده أصلا مش جوزها وإن ده جوز تشانغ، وبيجي فعلا وبينقذ شياو وبينسى أصلا تشانغ، وتشانغ بتفتكر لما بوعدها إن هو هيفضل على طول جنبها ويحميها، وبنشوفها وهي في المستشفى وهو جنبه بيعيط، وأول ما بتفتح عينيها بيكون خايف عليها جدا، لكن هي بترفض إن هي تسمعه وبتقوله أنا عارفة كل حاجة، أنا مش عاوز أشوف وشك تاني، أنا خلاص أنا هانساك. فبيقول لها كل حاجة هتتصلح أول ما شياو تولد ويكون عندها طفل، هي مش هتقدر تستحمل الحقيقة، فهنا بتقوله لكن أنا اللي حبيتك وحاولت اللي أنا أموت نفسي بسببك، مش صعبت عليك، وبتفضل تصرخ وبترميه بالمخدة وتقوله اخرج بره، وبتشوف الحلوى اللي هو جايبها لها وبتمسكها وبتفضل تعيط، وبيكون حالتها النفسية صعبة جدا. بعد ما بتخرج من المستشفى الخطبة بتيجي وبتجيب لها ميعاد من الضابط ليها عشان تقابله وبتكون فرحانة، لكن تشانغ بيسمع الكلام ده بيخرج ويزعق للخطبة، وشيو بتيجي وبتتضايق جدا إن جوزها غيران على تشانغ وليه مش عاوزها تتجوز، لكن تشانغ بتكون بترتب خلاص عشان تسافر، فشياو بتيجي وتقول لها ابعدي عن جوزي، فتقول لها أنا ماليش علاقة بيه وهو عندك، فهنا تمثل إن تشانغ ضربتها وزقتها على الأرض وإن بطنها تعباها جدا، فشياو بيجي وياخدها المستشفى وبيصدق كلامها، وبنشوف تشانغ وهي واخدة شنطتها، لكن تشاو بيقول لها اللي انت مش مسافرة ورايحة فين، وبيرفض ان هي تسافر وبياخد منها الشنطة، لكن هي بترفض وبتقوله ان هو ملوش علاقة بيها وان هي مرات اخوه بس مش اكتر، لكن بيلحقها وبتكون مستنياه ان هو ينطق الحقيقة، لكن بيقولها خليكي عند اهلك وانا هكلمك بعد كام شهر، فبتعرف هنا ان هو قادر ان هو يعيش من غيرها فهي لازم تعيش من غيره وبترمي تذكاره، فهنا لما بيشوفها بيصطدم، وبعدين بنشوف الضابط ليان اللي بيكون مستنيها وبتكون وصلت بالسلامة، وبيكون بيحبها بقاله سنين من أيام الدراسة، لكن كان بيخاف إن هو يعترف بحبه ليها إلا إن هي ترفضه، وبتقوله في حاجة مهمة لازم تعرفها، فبيقطعها في الكلام وبيقولها أنا كنت هعترف بحبي ليكي يوم ما جيتلك على المسرح، لكن لقيت إشياو هو اللي جنبك، وبعدها لما عرفت من الخطبة وهما بيتكلموا إن جوزك مات فرحت جدا بصراحة لأن أنا خلاص هقدر اللي أنا أكون معاكي، فأنا بتعرفوا إن جوزها مش مات وإن هو خدعها وبتحكي له عن كل حاجة وقد إيه هو ظالمها وإن هو عايش مع مرات أخوه، فبيتضايق جدا وبيزعل على زعلها وقهرتها، وبتقوله إن مفيش حاجة دلوقتي تثبت إن هو جوزي شيه، لأن هي كانت قاعدة على طول منهارة بتمسك ذكرياتهم، فإجا دخل الغرفة ومسك كل الأوراق وكل الصور وحرقها وما عادش في أي حاجة إن هي تثبت إن هو جوزها،
فبيحضنها بيقول لها أنا جنبِك، أنا باحبِك وهاعوّضِك، ومش طالب منِّك أي حاجة غير إن أنتِ تدّي قلبِك فرصة عشان تعرفي تحبّيني، واللي أنا مش هاجبرِك على حاجة، وبيكون طيب جدًا معاها، وبيكون شايفة إن ده الحب الحقيقي اللي مستنيها بقى له سنين. وهنا بنشوف شيو اللي بتكون بتعيط ومنهارة ونفسيتها صفر وهي حامل طبعًا، وبتقول له: "إزاي اللي أنت تهتم كده بتشانغ، أنا زوجتك وأنا باغير عليك." فيفتكر تشانغ في كل مرة لما كان بيستناها عشان يشوفها لما كانت بترجع المدينة عشان المسرح، وبيقول لها إن هي مرات أخويا مش أكتر، فبتمسك إيديه وتقول له: إحنا إلينا دلوقتي طفل واللي أنت لازم تفتكره على طول. فيفتكر هنا لما كانوا بيحلموا سوا إن هما يخلفوا واختاروا كمان الأسامي، وشيو الواقحة بتكون معاه وبتحاول برضه تقرب منه حتى وهما في المستشفى، فبيقرر إن هو يقول الحقيقة لتشانغ وبيرن على بيت أهلها عشان يكلمها، لكن والدها ووالدتها بيكونوا أصلا مش بيحبوه، ووالدتها بتهزقه وبتقوله ما عنتش تتصل هنا تاني وكفاية اللي هي فيه بسببك، وبتقفل السكة في وشه. فبيفتكر معاملته السيئة لأهلها لما كانوا بيجوا عشان يشوفوها وهي بتعيط ووالدتها بتعيط، لكن بيكون رافض إن هم يقابلوها وكان على طول مانع صلة الرحم ما بينهم. وشايا بياخد والدته عشان يحتفل بعيد ميلادها في المطعم، لكن والدته بتكون زعلانة منه جدا بسبب تشانغ واللي هو عامله. وهنا كل الموجودين بيشوفوا اهتمامه بشياو وبيتكلموا قد ايه الزوج ده مثالي، لكن والدته بتكون زعلانة جدا لأن عارفة تشانغ هي اللي المفروض تكون مكان شياو. وفجأة أهل تشانغ بيدخلوا ووالدتها مش هتعديها وبتزعق له بتقول له انت ما تخربش حياة بنتي وسيب بنتي بقى كمل حياتها وتعيشها، ولا انت مخبي حاجة وانا بنتي هتتجوز. وبكون عمالة تستفز فيه وتقول ان ده بيخرب حياة بنتي وان بنتي لازم تتجوز وان بنتي أرملة دلوقتي، وبتجيب كمان معاها الشرطة وبتكون عاوزة تعمل محضر عدم تعرض لبنتها عشان بنتها تقدر تكمل حياتها وتتجوز، وبتقول لهم إن ده دلوقتي واحد متجوز ومعاه مراته وإن بنتي أرملة وجوزها مات اللي بيتعرض لبنتي، وبتفضل تضغط عليه بالكلام بإن هي هتجوز تشانغ عشان تكمل حياتها وإن هو ملوش علاقة بيها. فبيعترف بالحقيقة وبيقول أنا شيء أنا جوز تشانغ. فكل الموجودين بيقولوا إزاي واحد زي ده بيعترف وبيحتل شخصية أخوه المتوفي عشان يتجوز مراته اللي هي تشانغ يعني، وإن هو بيحتل شخصية شيا. فهنا محدش بيصدقه والشرطي بيقوله ايه الدليل، فبقوله الدليل اللي انا موجود اخويا اللي في الصورة ده هو اللي متوفي وانا فضلت بس مع زوجته عشان اوفي بالوعد. فشياو بتفتكر لما ببقى نايم جنبها وبيذكر اسم تشانغ ولما دخل كمان على غرفة تشانغ وبتعرف ان دي الحقيقة فبتخبط نفسها في الترابيزة، هو بيحصل معاها نزيف وبينقلها على المستشفى والدكتور بيقوله ان للأسف فقدت الجنين. فهنا والدته بتضربه وبتقوله كل ده بسببك انت ليه عملت كده؟ ليه سبت مراتك ورحت لمرات اخوك؟ انت دمرت حياتنا ودمرت حياتك قبل ما انت تدمر حياتنا. وبيرفض ان هو يسمع كلام والدته ويعترف بالحقيقة وبيدخل لشياو اول ما بتفوق، وهنا اول ما بتشوفه بتنهار وبتقوله ليه عملت فيا كده؟ انت ليه بتقولي اللي انت شيا انت مش جوزي؟ فهنا بيفضل منهار وبيكون مش عارف يقول لها ايه، وبقول لها إن دي الحقيقة واللي أنا فضلت معاكي عشان بس أقدر أعوضك عن فقدان أخويا. فهنا بتنهار وبتفضل تصرخ وتقوله إن هو يبعد بعيدها وإن هي مش عايزة تشوفه تاني، ووالدته بتقوله سيبها دلوقتي هي أعصابها تعبانة من اللي حصل وإنت روح شوف زوجتك وصلح اللي ما بينكم. لكن شرطي هنا بيجي وبقوله على حاجة وبيمشي معاه. ليان بيكون مبسوط جدا إن تشانغ أخيرا بقت معاه وبقول لها أنا كان نفسي من زمان إن أنا أعترف بحبي ليكي لكن ما كانش عندي الشجاعة. وبعد كده كل واحد منا راح في طريق عشان الدراسة، فبتحضنه بتقوله أنا دلوقتي معاك. فبيقول لها يوم ما قررت إن أنا أجمع قوتي وأعترف بحبي ليكي انتي سبتيني، وتاني مرة لما رحت على المسرح عشان اعترف بحبي ليكي لقيت شيء هو اللي سبقني وانتي حبيتيه. فبتقرب منه وبتقوله انا معاك دلوقتي، فبياخدها بعد كده عشان يشتري لها لبس كتير جدا، وبيكون هو لازم يكون معاه فلوس عشان هيتنقل لشغل جديد على الجزيرة، لكن أهم حاجة عنده سعادة تشانغ. وبيفرحها بقولها إن هم خلاص هيقدموا طلب الجواز للمكتب عشان يتجوزوا، وبعد كده بيروحوا يوثقوا
يفتحوا الوثائق، ولكن هنا بتفتكر لما اتجوزت شيا واللي حصل، وإن هو كان علمها كل حاجة، وإن هي ما كانتش تعرف حاجة، وإن هو اللي كان طيب جدا معاها وكان بيحبها وكان محتويها، لكن معرفش ايه اللي حصل. هنا بيكون حنين جدا وبيمسك ايديها وبيقولها انا معاكي وانا هعوضك ومش هجبرك على اي حاجة وغير لما انتي تكوني عاوزة، وبيكون حنين جدا ومش بيكون غيور، وإن هي إزاي بتتكلم عن جوزها وعن أي حاجة من ماضيها وبتقوله أنا هكون معاك وأنا نسيت خلاص ماضية. وبيفرح جدا لما هي بتمضي على وثيقة الجواز وبيروحوا يتصوروا الصور، وبعد كده بالليل بيكون قاعد ومحروق جدا وبيقولها مش كنا استنينا يوم حفلة الزفاف أحسن. فهنا بتقرب منه وبتقوله المهم اللي احنا خلاص اتجوزنا. وبيكون حفلة الزفاف بتكون بعد شهر وبقضوا الشهر ده في حب ورومانسية، وأخيرا بتكون حامل بعد جوازهم بشهر. ونيجي ليوم حفلة الزفاف اللي بيكون ليهن فرحان جدا أخيرا حبيبته بقت مراته قدام الناس كلها. شيا بيكون كان عنده استدعاء لأن هو جندي، وبعد شهر قرر إن هو أول ما يرجع هيرجع على مدينة تشانغ عشان يعترف ليها بالحقيقة ويعتذر ليها، لكن يتفاجئ بحفلة زفاف والعروسة هي مراته تشانغ. وهنا بيتصدم وبيفضل يزعق لكن هي مش بتاخد بالها منه. وهنا الجنديين بيطلعوه بره وبيقولوا ما يعملش أي شغب في فرح القائد بتاعهم، لكن الحاجة اللي حصلت بتكون نزلت في الجرايد وكل الموجودين بيعرفوا إن ده بيحاول إن هو يحتل شخصية أخوه عشان ياخد زوجته وبيضربوه. بعدين بنشوف ليان اللي بيكون جنب حبيبته وبيقوم من جنبها عشان شيا موجود تحت البيت وبينزل له، وشيا هنا بيقول له ان دي زوجتي ازاي تاخدها مني. ونعرف ان شيا بقاله ساعات واقف في المطر تحت البيت عشان يشوف تشانغ ويعتذر منها، وبيفتكر اول مره لما شاف ليان مش اداله وش وكان كارهه وبحاول ان هو يضربه، لكن ليان بيضربه وبيمسح ايديه وبيقول له انا مش عاوزك تزعج مراتي، انت اللي تخليت عنها وان هي دلوقتي حامل وان حملها ضعيف، وان الدكتور قال امنع عنها اي توتر او اي زعل ومش عاوزها ان هي تشوفك خالص. فبيفتكر لما شيو قالت له ان تشانغ ضربتها في بطنها وهي حامل، وبيفضل منهار وبيفتكر في ذكرياته معاها وهي لما كان نفسها ان هي تحمل ويكون عندها ولد، وكان نسبة الحمل عندها ضعيفة جدا لان كان عندها مشاكل، وبيفتكر لما اجوا عرفها ان هو توفى وادها كمان تذكار. وهنا بعد كده ليان بيجي وبيطمنها وبيقولها انا كنت بره عشان اجيب لك اكل عشان لازم تتغذي عشان فترة الحمل بتاعتك. وبتقول له اللي انا كويسة طول ما انت جنبي، وأكون مبسوطة جدا وهي معاه، لكن بيضطر ان هو يخبي عليها الحقيقة وان شيء يجيلها تحت البيت عشان بس ما تزعلش وتتوتر، وبيجيب لها كمان الشغالة بتاعة والدته عشان تخدمها. وشياو بتيجي المدينة عشان وقعت في حب شيا ومش عاوزة تسيبه، وقررت اللي هي تكون معاه وبتنقله المستشفى، لكن هنا بيشوفها لاوس وبيفتكر تشانغ، وفجأة بيشوفها إن هي مع ليان وإن هي سابته، وبيقوم مخضوض من النوم وبيحضن شياو على أساس إن هي تشانغ. وبنعرف إن شياو كانت حالتها النفسية عندها صفر جدا، وكانت حاولت كمان إن هي تنتحر، لكن لولا حماتها هي اللي أنقذتها وقالت ليها اللي هي تنزل المدينة لاشية وإن هي تكمل حياتها معاه وادتها العنوان بدل تشانغ. قررت إن هي تتجوز، لكن فجأة بتزقه وبتقوله لازم تشوفني أنا اللي جنبك وأنا اللي المفروض أكون معاك، أنا خسرت طفلي بسببك أنت اللي عملت فيا كده، جيت وقلت لي اللي انت عايش واللي انت جوزي وخلتني احمل، وفجأة خدت منه كل حاجة، جوزك مات، انت خلاص فقدت جنينك، انت دمرتني، انت لازم تعوضني على ده كله. فبزقها وبقول لها انا مش من حقك، انا من حق زوجتي. وبعدين بنشوف تشانغ اللي بتكون زهقانة من قعدة البيت لان الدكتور قال لها لازم ترتاحي. فهنا ليان بيقول لها طب تعالي نجيب لبس للبيبي، وبتروح وبتنقي لبس وبتكون فرحانة جدا، وشيا بيكون بيراقبها وليان بياخد باله منها، فبيقول لها تعالي نروح المطعم، وبياخدها وبيسيبها في المطعم وبيخرج بره لشيا، وبيحصل ما بينهم مشادة جامدة جدا وخناقة وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبعدين ليان بيقول له انا حذرتك اللي انت ما تقربش من مراتي، فبقول له ان دي مراتي انا، وبيفضلوا يتخانقوا وبيفضلوا ان هما يزعقوا لبعض. وفجأة بيلاقوا في حريقة قامت في المطعم، وتشانغ بيكون جوه المطعم ده وبيجري
بيجري لإيان عشان ينقذها وبيدخل والناس بيمنعوه، لكن برضه بيدخل عشان ينقذها ومن الباب الخلفي شيا بيدخل كمان عشان ينقذها، لكن شيا بتقع فوقه خشبة وبيغمى عليه وفتح عينيه يلاقي شياو جنبه في المستشفى، وبتكون عاوزة تتخلص من تشانغ وجايبة معاها السم عشان تخلص عليها، لكن أول ما بيفوق بتخفيه وبيلاقيها قدامه وهي بتعيط وبتقوله اللي أنا بحبك ولازم تكون معايا، لكن هو بينهار وبيقولها أنا لازم أكون مع تشانغ. فبتفتكر وقت الحريق لما خلت الجنديين ينقذوا شيا، في الوقت ده كانت تشانغ مش جوه المطعم وخرجت منه، وهنا ليان كان خايف عليها وقالت له إن هي كانت بره، وبعدها ركبها في عربية وخلاها تمشي وراح ليه شيا واتفق معاها على خطة، والخطة إن هي بعد ما تنقذ شيا تعرف شيا إن تشانغ هنا في نفس المستشفى، وهو بيكون ليه واخد تشانغ مفهمها إن هو بيعمل لها فحوصات عشان الحمل، وفي الوقت ده لما شيا بيروح ليها عشان يطمن عليها بيسمع ليه وهو بيسأل تشانغ عن مشاعرها تجاه شيا، فبتقوله إن هي نسيته خلاص ولغته من حياتها وماضيها، وإن هي دلوقتي مبسوطة إن هي معاه، فبيدخل في حالة اكتئاب شديدة جدا وبيكون حزين إن هو خسر تشانغ، وأول ما شياو بتيجي بيشوفها إن هي تشانغ وبيقرب منها وبيكون معاها وبيقول لها إن هي تسامحه وبيقضي ليلة معاها، وشياو بيكون معاه وعارفة إن هو كان شايفها تشانغ وبتستغل الفرصة، لما بيفوق وبيلاقيها هي قدامه بيجي خانقها وبيقول لها ليه عملتي كده، أنا مش عنت عاوزك في حياتي، أنا عاوز حبيبتي، فبتقوله هي مش عادة عاوزاك، هي بتكرهك، هي عاوزة تفضل على طول مع ليه، هي خلاص بقت حامل ومع جوزها، هي كرهتك زي ما انت سبتها وتخليت عنها، فبيكون كان عاوز يضربها بالأزازة، لكن بعد كده بيقعد وبياخد نفس وبعد كده بيروحوا يسجلوا جوازهم هو وشياو، وبيكونوا دلوقتي زوجين ووالدته بتفرح وبيكمل علاقته مع شياو بس المرة دي وهما متجوزين قانونيا، وبيفتكر خواتم الزفاف بتاعه هو وتشانغ بيستغنى عنه وبيرميه وبيكون رمى كل حاجة ورا ظهره، وليه بيعرف تشانغ ان هما هيتنقلوا للجزيرة قريب ويلاقي هناك كمان شقة كويسة جدا، وبيعرفها ان شيا اجى يوم الزفاف، لكن هنا نكتشف ان هي كانت عارفة كل حاجة وان كانت شايفة ليلة الزفاف وهما بيتخانقوا وسمعت كل حاجة. بعد كده كمان اجى وجاب له رسالة ليه وكاتب في الرسالة دي ان هو بيعتذر من تشانغ وان بيطلب منها ان هي تسامحه، لكن ليه قطعها ورماها وبيقول لها انت زعلانة مني، انا اسف اللي انا مش عرفتك، فبتقول له انا مش زعلانة، هو كان ماضي وانا مش عاوزاه. واخيرا التسع شهور الحمل خلصوا واجا اليوم اللي ليه بيكون مستنى ان هو يشيل بنته الامورة على ايديه، وبيكون اهلها مبسوطين جدا بحفيدتهم. بعد كده ليه بيجيله رسالة من شيا، والرسالة دي كان كاتبها لتشانغ لكن وقعت في ايد ليه، وبيكون كاتب فيها ان هو خد العقاب وان ذنب تشانغ خلاص ربنا خلصه منه بعد اللي حصل له، والرسالة دي بيكون كان كاتبها وهو حزين جدا، والرسالة دي كان مكتوب فيها ان حالته النفسية كانت صعبة جدا وان هو كان كاره شياو، وان شياو حملت وخلفت وكان على طول عصبي وان هو كان على طول بيتنرفز وان كان عاوز ياخد الطفل ويروح بيها لتشانغ، لكن شياو رفضت وقالت ان ده ابني، ففضل يزعق ويتخانقوا والطفل وقع من ايده، في الوقعة دي الطفل مات وفقد الطفل وكمان هو بقى انسان قاعد على كرسي مش قادر يتحرك، وان شايف ان ده كله ذنب تشانغ واللي هو عمله فيها وقد ايه هو اذاها، ليه بيقرر ان هو يحرق الرسالة وان هو مش يوريها لتشانغ لان هما بدأوا حياة جديدة، فليه شيا يظهر فيها تاني وبكده يكونوا عايشين حياة سعيدة. وكده نكون خلصنا كمان الملخص، استنونا في ملخصات تانية كتيرة أحلى، مع السلامة.